رغم ابتعاد دييغو أرماندو مارادونا عن منتخب الأرجنتين منذ سنوات طويلة، إلا أن عقله يبدو حاضرا بقوة مع التانجو في الفترة الأخيرة. وشن الأسطورة الحية هجوما عنيفا على مهاجم انتر ميلان ماورو إيكاردي، مؤكدا أن غونزالو هيغوايين نجم يوفنتوس أفضل منه. ولم يكتف مارادونا بذلك، بل وصف إيكاردي بالعار، مفضلا عدم وجوده في صفوف منتخب الأرجنتين قبل المونديال. المثير أنه بعد تلك التصريحات خرجت قائمة المنتخب الأرجنتيني التي أعلنها خورخي سامباولي لوديتي إسبانيا وإيطاليا بدون إيكاردي وبوجود هيغوايين. ولم يشفع لإيكاردي تألقه هذا الموسم وتسجيله 22 هدفا في 24 مباراة بالدوري الإيطالي، متفوقا على هيغوايين الذي سجل 15 هدفا في الدوري خلال 27 مباراة. فهل تستمر قناعات مارادونا في فرض نفسها على منتخب الأرجنتين، أم سيكون لسامباولي رأي آخر في المرحلة المقبلة؟